بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم آه، عن الزمالك والتحكيم وقصة حب وقصة عشق لا تنتهي. أنا سميتها كده، قصة عشق لا تنتهي. مش عارف، المباراة الزمالك وسيراميكا كانت مباراة يعني معقول كويسة. يعني أنا ما اتفرجتش عليها كلها، بس كل الناس اللي اتفرجوا عليها او بعض الناس اللي اتفرجوا عليها قالوا ان هي كانت مباراة كويسة. ولكن انا عايز افهم، يعني عايز افهم المحلل سمير محمود عثمان في مرة كذا مرة كان دايما بيقول للحكام ايه: حب نفسك الاول، حب نفسك، ما تحبش حد اكتر من نفسك. المشكلة ان احنا عندنا الحكم توفيق السيد ده ولا اسمه ايه، ما بيحبش نفسه. مشكلة ما بيحبش نفسه وما بيخافش من ربنا. يعني ما بتحبش نفسك وعادي ممكن ما تلاقي حد ما بيحبش نفسه، لكنك ما تخافش من ربنا، لانك انت ليك واقع قبل كده مع الزمالك، مع طنطا، ما اتحسبتش اكتر من ضربة جزاء. والنهارده الفيديو جابك وشوف، لا مش هيحسب. طب ايه؟ انا عايز افهم، انت انت يعني ليه ما بتحسبش؟ طب وانت هو يدوك نشان؟ طب ايه رايكم من الزمالك ماتش بكره الصبح وغلط في فاول، اعمل فاول غلط بس ما تحسبوش عليه، هينعلوا سلسفيل ابوه، هينعلوا هيعملوا فيك اللي شوف اللي ما اتعملش. ما تفتكرش ان هم هيطبطبوا عليك، لا، دول ناس مصلحتي عندهم الغايه تبرر الوسيله. الهدف بتاعي ايه؟ الله يحققه. وبعد ما يعمل معاك، والدليل شوف عملوا ايه مع جهاد جريش، اللي هو كان المستشار مرتضى يقعد يقول لك ده جهاد جريزه زملكاوي بيروح مش عارف ايه واحنا عايزينه لماتشاتنا، والراجل يطلع يقول لك احنا اللي في التليفون ده اسمه اللي هو كان مدير الاتحاد، يقول لك انا اصل المستشار بيحبه. مجرد ان غلط غلط يا وانفتحت عليه. حبيبي والله، حب نفسك وخاف من ربنا، حب نفسك وخاف من ربنا، لانك انت طول ما انت بالمنظر ده عمرك ما هتتقدم، ومش هتلاقي الشكر من حد، ما حدش هيشكرك، مفيش حد هيشكرك، لانك مش هتعمل غلط وتغضب ربنا وما تعملش عملك بمرضى الله اللي انت بتاخد عليه اجر، وهتلاقي حد يشكرك ابدا. هم اول ناس، هم اول ناس، لان خد بالك عامل زي ما كل واحد فينا بيتعامل مع واحد يعني غلط وبتاع وبيعمل له حاجه غلط، هو في قناة نفسه ما بيثقش فيه، هو ما هو هو مش امين، هو مش امين. وعشان كده انا يعني واحد مش امين معايا وشايفه مش بيعمل لي حاجه حتى لو لمصلحتي، بس انا جوايا خلاص مش مأمن له. وهتلاقي كده مثلا لو جيت في ماتش الاهلي عملت حاجه حكمت ولو حاجه، طب الغلط حاجه لصالح الاهلي، تلاقيهم هم يشتموك ويعملوا اللي فيك الله اللي ليه، لانهم عارفين ان انت مش سالك ومتعاملوا معاك. مفيش حد هي ما فيش حد هيقف طلعين لي عاملين فيلم هندي بعد يعني خلصنا من الحكم يقول لك ده كان ليه ضربة جزاء في جايه باليد واللي ما جت في اليد. يا عم انتوا عايزين توازنوا الموضوع لمين؟ النتيجة 1-0 والانفراد، والراجل عايز ينطرد في الدقيقة 30، انا خلاص الماتش تقريبا خلص ليا، دول عاملين دلوقتي يقول لك الزمالك ليه ضربة جزاء واللي صدت في ايده وايده يعني رفعت وايده نزلت. يا عم سيبكم من الاونطة دي، سيبكم من الاونطة دي، حرام عليكم، سيبكم من الاونطة دي، ولا ايده والمفروض الحاجات زي دي ما بتنحسبش اصلا في اوروبا. ما فيش حد بيحسب الضربات الجزاء الوهميه الهايفه ديت اللي بتيجي في الايد من هو من هو، يقول لك اصل ايده شوف ممتده سنتي، ده متشاله 5 سنتي. يا عم دماغك انت هو يا عم، هو يقطع الواحد يقطع ايده؟ ايه مش انت كده واعمل ايه يا عم؟ سيبكم الكلام الفاضي ده، سيبكم حرام عليكم.
مفيش. انا متفرج على كل الدوريات في العالم، ومتفرج على كل البطولات، بطولات كاس عالم وبطولات اوروبا وبطولات دوري الابطال وبطولات مفيش. الكلام ده ما بنحسبش، ما بنحسبش غير ما الكوره تكون بره كده، ايد الواحد كده. اما اما القصه الايد مثلا، طب هيعملوا وديها فين؟ فديت اللي انا بقول للحكم كده: حب نفسك وخاف من ربنا واعمله بما يرضي الله والمنظومه نفسها. انت فين يا فيريرا؟ فين رئيس لجنه الحكام؟ فين الناس اللي بتقيم الحكام؟ ما طلعتوش خدتوا قرار ليه؟ الحكم بيغلط دلوقتي ونقعد ما حدش بيتكلمه ولا بيقول له حاجه، وبعدين نرجع تاني الماتش ينزل ولا كأن في حاجه. امال طب خلاص انتوا جايبين الفار ليه؟ الغي الفار وما ما تعملش عليه الملايين دي، الغيه. انا بجيبك اعرفك الصح وما بتعملوش، اجيبك اقول لك تعالى ده في كذا، يقول لك ما فيش، لا مش شيء، انا القرار اللي في دماغي خلاص، بدل مش محتاج حد. ما 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 ت- ما ما تتكلم، الغوه. الغوه على الاقل هديله عذر جواي. انا لو هو ما عندوش فار هقول ما شافهاش، اللعبه سريعه ومش عارف ايه. لكن اجيبه الفار ويعيد ويزيد ومع ذلك يرجع ما يحسبهاش. فديت انا حبيت اقول الكلام ده علشان خاطر الناس اللي طالعه طول النهار الاهلي بيكسب بالحكام. وحسن اول امبارح لقيت على قناه على احدى القنوات طالع واحد عفت نصار ولا مين، طالع من بيتكلم على ضربة الجزاء بتاع حسن شحاتة. بيقول لك احنا لو عندنا ربع عدالة كنتوا تبقوا تالت ورابع. عمرو الحديدي رد عليه غسله، قال له اذا كان انتوا اللي بتقولوا اسامه نبيه طالع قال انا كنت منفرد بالجون وطلعت الكور، واسمه وفاروق جعفر طلع قال ان احنا كنا بندوا الحكام نودوهم بورسعيد، والتاني مش والتاني قال انا قلبي ما جابنيش هحط الكوره في الجون. فين يا جماعه؟ فين؟ حرام عليكم. ومع ذلك ترجعوا تاني في كل الاحوال عامل ترمي على الناس، ترمي على الناس عشان خاطر، وعمرو الدردير قال احنا بنضغطه عشان ناخد مكاسب. كل الكلام ده ما بيوصلش للمسؤولين. وشايف الحكم بيعمل، الحكم باين ان هو كده الحكم اللي يرجع ويتعادل الكرة ده بالمنظر ده بالمره خمسه ومعاه 5 دقايق يتفرج عليهم على الكوره وما يحسبش القرار الصح، يبقى خلاص يعني. انا بشك في نواه. ما عنديش خيار تاني. الاول انا كنت معاك بقول الوقت مضغوط ما شافش سرعه اللعبه، لكن انت دلوقتي يرجع وقاعد وواقف ودكه بيشرح لك كمان في التليفون في الريبيز بتاعك وبيسمعك دي كذا ودي كذا ودي كذا، ومع ذلك ترجع تاخد القرار خطأ. ليه؟ ليه السبب؟ قول لنا ايه السبب. آه، هقفل على الموضوع دوت دلوقتي، وهتكلم على موضوع تاني برضو حصل في المباراة، اللي هي موضوع رجل المباراة بتاع سيراميكا كليوباترا. الدنيا قامت وما قعدتش عشان عبد الله بيه السعيد ما خدش رجل المباراة، وما احمد سليمان يتكلم وظلم، وقفشه بيقول يا عم الحاج انت هو دوكا اللي جاب جون في الزمالك ده احمد رمضان بيكهام ده، يعني كان قاعد بيقشر بصل. ما كان لعيب في المباراة ولعب واجتهد على قد ما قدروا، ولعب حلو جدا طول المباراة، مقدم مباراة قوية يعني. هو ما اداش لواحد من الشارع يعني، ولا عشان خاطر طب ما عبد الله السعيد كان بيعمل ماتشات في بيراميدز عالميا وما كانش بياخد رجل مباراة ولا حدش بيسأل فيه، ودخل نادي المئة وكان هداف الفرقة وعمل كل حاجة. محدش كان بيسأل فيه، اشمعنى ما اتكلمتوش؟ دلوقتي في ظلم، وعبد الله السعيد وعادل حسين اسمه عامر حسين طالع يبرر. ايه يا عم عامر؟ هي اللجنة كل مرة ماشية فير بتخل الدقيقة 85، ولحد الدقيقة 85 مين رجل المباراة؟ أحمد رمضان بيكهام، يبقى هو راح. لأن ال5 دقايق ما غيروش في مستوى اللعيب. يا جماعة انتوا عمالين تتكلموا كأني 5 دقايق ما يغيروش في مستوى لعيب. يعني ايه ما يغيروش في مستوى لعيب؟ يعني انا النهارده طول ال 85 دقيقة أحمد رمضان بيكهام الأفضل، تمام. وجيت في الدقيقة 88 يعني بعد 3 دقايق على ما اعلنت انا جبت انا جول. مش معنى كده ان انا بقيت الافضل. هو بيقيس على اللي بيجيب جون، هو الافضل، والباقيين ما في. لا، ساعات ممكن ما يجيبش جون وفرقته مغلوبه ويطلع رجل المباراه. ممكن يبقى الاثنين ده يبقى رجل المباراه برضه.
فالمفروض يا جماعه نبقوا مدين الناس حقوقها. يعني احمد رمضان بيكهام ده، يعني مثلا واحد مش مأدي ولا هو جايب جون وشايل كذا كوره ولاعب وبيجري طول المباراه ولاعيب دولي ولاعب كل الامكانيات موجوده فيه وخدها حقه ونقول له مبروك. والمره الجايه حقه المره الجايه ان الناس تديله حقه ونقول له مبروك. والمرات الجايه باخدها عبد الله السعيد لو لعب. انما هو لحد دقيقه 85 طالما اللجنه اختارت لحد دقيقه 85 يبقى هو كان الافضل لحد دقيقه 85. فبتمنى لكم التوفيق وان شاء الله بشكركم. اتمنى ان الفيديو يعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه واعملوا لايك وشير. وان شاء الله باذن الله يعجبكم الفيديو. واتمنى التوفيق لكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.